طبق الفول اللي بنحب دايما نعمله على السحور بيبقى طعمه لذيذ جدا. مكوناته كلها بسيطة وعلى قد الايد، اقتصادية سهلة وسريعة. طبق الفول اللي هنعمله النهاردة جميل جدا، يفتح النفس جدا، وحاجة حرشة كده، ومكوناتها كلها عندك في المطبخ، مش هتاخد اي وقت معاكي. هنعمل طبق فول بطريقة مختلفة جديدة كده وحلوة وسريعة قوي. فيلا بينا نشوف مقاديرها ايه وكمان طريقة تحضيرها. عندي عشان نعمل طبق الفول الحلو ده، عندي طماطمايه كبيرة مقطعاها مكعبات بالطريقة دي. معاها كمان كام فص توم كده، حوالي 3 مهروسين، يعني بالمفرمة كده او بالهون. فصين 3 كده مش كتير. ونيجي بقى للطبق الحلو الجميل ده، وفي تشكيلة حلوة لا رومي مكعبات مقطعاها التقطيعة دي كده. ومعاها كمان نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة على كمون. ومعايا هنا في الكوباية ديت 3 معالق من الزيت كبار. ومعايا كمان في الكبة هنا، والبصلاية اللي معايا بصلاية يعني متوسطة كده، فرماها في الكبة في دقيق كده، ما تكونش ناعمة كتير ولا خشنة كتير، بين الاتنين برضو. دي كل المقادير البسيطة السهلة اللي معانا. تمام. وعندي طبعا الفول بتاعنا، اشتريه مثلا من العربية او من المحل، يبقى كيسين فول او كوباية فول كبيرة. ويلا بينا على الطريقة على طول. جبت حلة عندي على النار، هبتدي ان انا احط فيها 5 معالق من الزيت كده كبار كبار. يا دوبك عايزاها تبقى صفرة حاجة بسيطة، او تقلب للون الجلد الذهبي ده. خلي النار تحتيها تبقى متوسطة كده، ولا هي عالية كتير ولا هي هادية قوي. تمام. لحد ما تلاقيها اتشوحت كده ودبلت شوية، ولونها بدأ يصفر معاكي. انا هستنى طبعا عليها. البصلاية بدأت تتشوح معايا بالطريقة دي، هنزل بعد كده بالثوم. نزلت بمعلقة كده من الثوم. نزلنا بالثوم كده معلقة صغيرة، وبعد كده بالفلفل الرومي المكعبات تقطيعة برضو صغيرة، وهندي تشويحة برضو للكلام ده. كل طبعا ما بننزل بنوع خضار بنتن نقلب كده فيه دقيقة ولا دقيقتين لحد ما يدبل شوية صغيرين، وننزل بالنوع اللي بعده. بعد اول حاجة حطيناها البصل، خد تشويحة، بعديها فصين الثوم، عليهم الفلفل الاخضر، وهنسيبهم بس دقيقة واحدة ونحط الطماطم. ميكس الخضار ده بقى هيدبل اكتر واكتر دقيقتين برضو زي ما اتفقنا. وهنزل عليه كده بربع كوباية من المية او نص كوباية، وهحط لها الملح والكمون والكزبرة من كل حاجة ربع معلقة صغيرة. تلات 4 دقايق، وهغطي بالغطا الحلة كده لحد ما الاقي المكونات كلها ودبلت حاجة بسيطة. بعد كده هبتدي انزل بالفول واحدة واحدة. ممكن انزل بالفول دلوقتي وكله بقى يبدأ ان هو يغلي مع بعضه، بس انا حابة الخضار الاول يمتزج كده، وكل الخضروات دي تدي تطعيمة حلوة مع بعضها. دي خطوة برضو بتفرق كتير.
كده مع بعض يعيشوا حياتهم دقيقتين 3 لحد ما يدبلوا ويتكرملوا كده شوية، وكل الخضروات دي تدبل حاجة بسيطة. ونسيبه يكمل التسوية عادي جدا زي تسوية الفول العادية. كتير جدا. وبنحتار دايما ان احنا نعمل ايه ولا ايه في شهر رمضان. النهاردة معايا نوع من انواع الفول، سهلة جدا سريعة وخفيفة، مش هتاخد وقت معاكي.